السلام عليكم، انا رحمة ناجي رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. معلش اتأخرت عليكم شوية، بس ان شاء الله هرجع لكم بوصفات جديدة. هعمل معاكم النهاردة البريوش او العيش الكايزر. اول خطوة هنعملها، الخطوة ديت كانوا بيعملوها في الصعيد عشان خاطر العيش يطلع معاهم هش ويبقى فيه فراغات كده من جوه، يطلع معاكم ممتاز جدا. هحتاج معلقتين كبار من الدقيق واربع معالق من الحليب ومعلقتين من المية. زي ما انتوا شايفين كده 3 مكونات دولت هيفرقوا معايا جدا في الوصفة دي. هجيب كزرولة او حلة هحط فيهم ال3 مكونات دولت وهقلبهم الاول على البارد لغاية ما يتمازجوا مع بعض. بعد كده هرفعهم على النار وافضل اقلب فيهم باستمرار، ما سيبهمش خالص ولغاية ما يوصلوا معايا للقوام دوت. بعد كده هسيبهم يبردوا على جنب على قد ما تقدروا، يعني تبقى باردة جدا ما تبقاش سخنة خالص. انا عايزاها تبرد تماما. هسيبها على جنب واقول لكم بقى بقيه المقادير اللي احنا هنحتاجها. هحتاج كوبايتين وربع من الدقيق، يستحسن لو ده يكون فاخر او بتاع مخبوزات، او دي الاستخدامات العادي مش هيفرق خالص. وهحتاج بيضايه كامله وصفار بيضه ومعلقتين كبار ونص من السكر ومعلقه كبيره من الخميره ونص كوبايه من الحليب، كوبايه معياريه. وهحتاج 3 معالق كبار من الزبده تكون بحراره الغرفه زي ما انتوا شايفين كده، ما تكونش لسه طالعه من التلاجة، طلعوها قبليها بشويه. اول حاجه هجيب نص كوبايه الحليب احط عليها معلقه من الخميره وهقلبها كويس جدا لغايه ما تدوب واسيبها على جنب لغايه ما تخمر شويه والاقي الخميره تفاعلت. بعد كده هجيب بولة احط فيها الدقيق والسكر والملح، كل المواد الجافة مع بعض واقلبها كويس جدا. انا هعملها في الهاند ميكسر، ممكن تعملوها بالايد عادي جدا. انا هشغل على المكسر كده هقلبها شوية على سرعة هادية وبعد كده هوسط السرعة واحط عليهم الحليب والخميرة اللي احنا كنا سايبينهم وهفضل اعجن فيهم شوية. وبعد كده هنزل بالخليط اللي احنا عملناه دوت. الخليط دوت هيفرق معاكم جدا في الوصفة بجد. دلوقتي كنت بعمل بالسباتيولا عشان خاطر دي يتمزج كله مع بعض وهسيبها برضو تتعجن شوية حلوين. بعد كده اول ما توصل معايا بالشكل ده هنزل عليهم على طول بالبيضة وصفار البيضة. اول ما انزل بالبيض هحس ان هي اتلمت معايا كده وبدأت تلم على بعض كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا هسيبها لغاية ما تلم معايا خالص. واول ما توصل معايا بالشكل دوت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي احس ان هي لزقت، احط عليها على طول الزبدة. واول ما احط الزبدة هحس بقى خلاص العجينة دي عايزة تتخدم كويس، يعني تفضلوا تعجنوا فيها ما تيأسوش، افضلوا يعجنوا فيها لغاية ما تطرى معاكم خالص وتبقى ملساء، ميبقاش فيها اي تشققات. انا جبت بولة زي ما انتوا شايفين كده وحطيت فيها نقطة زيت وحطيت بيها العجينة. بص العجينة كانت بتلزق معايا، مش عايزاها تكون قاسية، انا عايزة العجينة تكون بتلزق سنة زي ما انتوا شايفين كده. وانا حضرت الصينية حطيت فيها ورق زبدة من تحت، والعجينة كده بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا وكانت طرية فوق ما تتخيلوا. انا خدت العجينة وحطيتها كده على اي حاجة، شوفوا انتوا بتفردوا على ايه، وقطعتها بالسمك اللي انا عايزاه. انتوا لو مدققين قوي ممكن تعملوا بالميزان وتوزنوا كل قطعة، بس انا كنت عاملة كذا حجم، عاملة صغيرين وعاملة كبار وعاملة وسط عشان اوريكم كل الاحجام بتاعته. ممكن تصغروا الحجم مش هيتكبس ولا حاجة، بالعكس لما بيكون صغير بيبقى احلى بكتير. انا هقول لكم كل المقاسات اللي انا عملتها. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط شوية دقيق عشان خاطر هي لزقت معايا، انا بفردها. بعد كده بجيب الاطرف زي ما انتوا شايفين كده في النص، بعد كده بحاول المها بالصباعين الصغيرين كده على بعض واكورها وعلى قد ما تقدروا تكون ملساء من فوق. وبعد كده بقفلها من تحت علشان خاطر ما تبقاش من تحت مش مظبوطة. اهو بعد لكم تاني الخطوة، فردتها وبجيب الاطرف على بعض كده في النص المهم على بعض كده. بعد كده بكورها بقى لغاية ما تبقى معايا ملساء خالص وبقفلها من تحت كويس جدا.
واحطها بقى على الصينية اللي هي محطوط فيها ورقة زبدة. ممكن تجيبوا صينية تدهنوها دهن زيت، بس الأضمن اللي انتوا تحطوا ورقة زبدة او المفرش بتاع الخبز. وتحطوا كده. بص انا كنت عاملة صغيرين وعاملة كبار وعاملة وسط. حطيت كده صينية فوقيها لغاية ما خمرت معايا للمرة التانية. بعد ما خمرت معايا جبت بيضاية كاملة وحطيت عليها 3 معالق كبار من الحليب وقلبتهم كويس جدا، وحطيت عليها كمان رشة ملح صغيرة. ممكن تحطوا كمان عليها رشة فانيليا، بس انا حطيت عليها رشة ملح. وهدهن كده على الوش كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. اهم حاجة تدهنوها كويس جدا من فوق عشان هيدوكوا لون حلو جدا. بعد كده رشيت عليها من فوق سمسم. ممكن تحطوا حبة البركة، ممكن ما تحطوش خالص زي ما انتوا حابين. بصوا كانت بتهز معايا ازاي. العجينة كانت تحفة. دخلتها على الفرن على الرف القريب من النار من تحت، وشغلت عليها الشواية على اعلى درجة حرارة. واول ما تطلع معايا على طول هدهن الوش بتاعها بزبدة. ممكن تدهنوها بسمنة عادي جدا. كان طري معايا بطريقة فظيعة. كان حلو جدا وطعمه كان جميل جدا. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم، وهتبطلوا تشتروا بعد كده من الافران برا والمخابز. بصوا كانت الفراغات فيه كانت جميلة وكان مش معجن خالص. يا رب اكون قلتلكوا كل المعلومات اللي انتوا محتاجينها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة. ما تنسوش تكتبولي كومنت جميل زيكم. وزي ما احنا متعودين اسيب لكم كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.